مؤخرا كلشي لاحظ الجدل الكبير اللي وقع بسبب الاختلاف حول الملكية التاريخية للقفطان. المغاربة كيعتبروه مورود تاريخي أصيل ديالهم وجزء لا يتجزأ من غناء الإرث الثقافي والهوية المغربية العريقة. لكن في المقابل خرجت قنوات ومنابر إعلامية جزائرية كتقول بلي القفطان أصله ماشي مغربي وإنما جزائري، وكتدافع على الأطروحة ديالها بحجج متناقضة. مرة كتقول بأنه جزائري من أصل عثماني، ومرة كتقول بأنه فارسي، ومرة كتقول بلي الجزائريين اللي هربوا للمغرب من الغزو الفرنسي هما اللي دخلوه معهم سنة 1830. لكن بالرغم من هذا التضارب في الروايات الجزائرية اللي ما قدمت حتى شي دليل على أن القفطان جزائري، لكن القنوات التلفزيونية ديالهم كتظل تحدث في كل وقت بأن القفطان أصله من الجزائر ماشي من المغرب. والغريب في الأمر أن هذا النوع من السرقة والتدليس والتحريف للتاريخ ما توقفش حد القفطان، وإنما وصل لبزاف ديال المكتسبات التاريخية الأخرى، مثل مثلا أن ابن بطوطة وطارق بن زياد جزائريين، وكذلك الكسكس والطاجين والبيتزا، وزيد لدرجة أن المغاربة حسوا باللي هذا الشيء ماشي هفوة إعلامية وإنما سياسة قرصنة ممنهجة. هذا من جيبوهم مغرب ولا مغنية ولا مغرب؟ ها مغرب كان في مغنية قول مغنية صاحبي، حنا نشجعوا الاخر تقول المغرب ديالنا. البيتزا ديالنا بيتزا راهي صافي 40 سنه وهي تنخدم في الجزائر، معناتها ولات ديالنا جزائريه. جلابه يقول لك جلابه مغربيه، الجلابه مغربيه جزائريه تونسيه ولا حبيت صح. في الجزائر تالك الناس تلبس الجلابه تلبس القفطان. المشاهد الكريم يعرف بلي القفطان لا جامي ايتي ماروكان. اول دوله اللي هي يعني اعترفت بقيام الولايات المتحده الامريكيه. The first nation to recognize my country was Morocco. Morocco was the first nation to recognize American independence. تصور أحداث ابن بطوطة الرحالة الجزائري. وباش نوضحوا اللبس للناس اللي متيقين الإعلام الكاذب ديال الجزائر، وكذلك باش نضحضوا التزييف والتحريف المتعمد اللي كيتمارس على التاريخ من قبل الدولة الجزائرية، قررنا نلجؤوا لكتب ومراجع تاريخية معروفة ونستعنوا بمؤلفات ومخطوطات ورسومات الفنانين مشهورين اللي عاصروا حقبة ظهور القفطان، واللي من ضمنها واحد الفقرة في كتاب تاريخ تطوان للمؤرخ محمد داوود تكلمت على رسالة للسلطان عبد الرحمن بن هشام وأشعاع قائد مدينة تطوان. المضمون ديال هذه الرسالة هو: نأمر خادمنا أشعاع بأن يدفع لنيل أهل تطوان الواردين من حضرتنا قفطانا لكل واحد. والمقصود هنا من هذه الرسالة هذه هو أن أهل تطوان يعطوا قفطان لكل واحد من الواردين اللي هما الجزائريين اللي جاو هاربين من الغزو الفرنسي لتطوان سنة 1830. وكاين بزاف ديال الصور لسفراء مغاربه في اوروبا بالقفطان المغربي قبل تاريخ هروب الجزائريين لتطوان قبل الغزو الفرنسي عام 1830، وهو الشيء اللي كيضحك الروايه الجزائريه جمله وتفصيلا. بالنسبه للاطروحه الاخرى اللي كتنسب للقفطان العثمانيين وباللي هما اللي دخلوه للجزائر من اللي حكموها وتنقل فعل التجاره مع فاس وتطوان للمغرب في عصر المارينيين، هذه الاطروحه هي الاكثر انتشارا. لكن باش تعرفوا ان اللي وضع هذه الاطروحه ماشي غير جهل بالتاريخ، وانما هو اصلا ما عندوش تاريخ اللي يستعن به في صياغه الاكاذيب. هو كيفاش العثمانيين اللي ما دخلوا الجزائر حتى العام 1514 وهما اللي دخلوا القفطان المارينيين اللي كانوا ملوك في المغرب منذ سنه 1244. اذا الدوله المارينيه تاسست في المغرب قبل 330 سنه من دخول العثمانيين الجزائر. دليل آخر على أن القفطان مغربي هو تمثال الشمع اللي متواجد في المتحف الإسباني في الرواق المغربي للسلطان أبو عبد الله الصغير وهو لابس القفطان، علما أنه حكم غرناطة ما بين سنة 1482 و 1492 اللي من وراها رجع الفاس وتوفى فيها، يعني تاريخ العودة ديالو الفاس كان قبل دخول العثمانيين للجزائر. وهذا دليل آخر. نزيدكم ولا بركة؟ هذه صورة القفطان المغربي في المتحف الوطني كيرجع لعصر المارينيين ملي كان القفطان لباس رجالي. واش هكا كان لباس العثمانيين اللي اصلا كيشبه الزي البنغالي والفارسي؟ والمقارنه ديالو بالقفطان المغربي واش ماشي امر مجحف؟ دليل اخر على مغربيه القفطان هو كتاب الرحاله المغربي الشهير ابن بطوطه، واللي ورد في واحد المقتطف من الكتاب ديالو تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار واحد الفقرة كتوصف أبي عنان الماريني اللي حكم المغرب حتى العام 1358 بأنه بعض الخطرات كان كيلبس قفطان من الصوف وقماش الملس والمعروف حاليا باسم البروكار. وهذا الكتاب تنشر سنة 1407 أي قبل دخول العثمانيين للجزائر ب100 سنة. الأدلة مازال ما سالاتش والحمد لله على نعمة التاريخ اللي ما كيرحمش الأمم اللي كتجالو.
هذه صورة لزوجة السلطان أبي الحسن الماريني اللي حكم المغرب بين سنة 1331 و 1348، وهي لابسة القفطان المغربي، يعني قبل 200 سنة من دخول العثمانيين للجزائر. والحقيقة هي أن العثمانيين هما اللي خداو القفطان من عند المغرب، والدليل موجود في كتاب العلامة ابن خلدون، واللي حسب مقتطف من كتاب التاريخ الدبلوماسي للمغرب فالمارينيين كانوا كيرسلوا هدايا فاخرة للترك من بينها القفطان. ومن بعد ما تأكدنا باللي فارسية وعثمانية القفطان ما هي إلا خرافات في عقول الدولة الجزائرية، دابا غادي نقول لكم منين جا القفطان والاصل ديالو وكيفاش وصل للاتراك، وهذا الشيء بالادله والحجج والبراهين الدامغه. القفطان المغربي كيرجع لعصر الموحدين، حيث في الوقت اللي تاسست الامبراطوريه المتراميه الاطراف كانوا القاده ديالها كيبحثوا على زي ماهب يليق بالحضاره السلطانيه ديالهم ويكون رمز للرقي والغنى الدوله الموحديه والعظمه ديالها. خداو زي سملال واللي هو في الاصل زي امازيغي كانوا كيلبسوه امازيغ الاطلس، وسوس اللي كانوا كينتميو ليهم الموحدين، وزادوا عليه السفيفه والعقاد اللي كانت كتنسج في فاس واللي كترمز للتآزر والترابط بين جميع شرائح ومكونات المجتمع والدوله، حيث العقاد الظاهر ديالهم خيوط صلبه لكنها متشابكه ومتماسكه مع بعضها بشكل موحد. ومن هنا بدات قصة القفطان. وهنا لابد أننا نرجع لمدينة فاس العاصمة العلمية والتاريخية للمغرب، واللي كانت سنة 1206 ميلادية الموافق سنة 600 هجرية أحد أهم الأقطاب الصناعية في العالم، واللي كانت جوهرة الموحدين. هذا الشيء في الوقت اللي ما ازدهرت صناعة النسيج العثمانية حتى الأواخر القرن 16. وماشي أنا اللي غادي نتكلم على فاس، وإنما غادي نخليكم تسمعوها من عند المشارقة نفسهم وشنو كيقولوا عليها. مدينة فاس كانت من المدن الصناعية الأولى في العالم. مدينة فاس كان فيها أكثر من 3000 مصنع لنسج الثياب، بالضبط 3064. كان فيها 47 مصنع للصابون، 86 مصنع لدبغ الجلود، 116 دار للصباغة، 12 مصنع لتسبيك الحديد والنحاس، 11 مصنع للزجاج، 135 مصنع لصناعة الجير المستخدم في الطلاء، 400 مصنع للورق، 188 مصنع للفخار. كان فيها 200 مكتبة لبيع الكتب سنة 600 هجرية. من بعد هذا الكم الهائل من الأدلة التاريخية والحجج والبراهين اللي كتأكد باللي أن القفطان مغربي، من حقي أنني نطرح بعض التساؤلات. مثلا، علاش الحملات الإعلامية والرقمية الجزائرية موجهة لسرقة القفطان المغربي لدرجة أن خطورة التزييف ديالهم وصل لويكيبيديا والعدد ديال المواقع الرقمية؟ ثم علاش القفطان منتشر فقط في المغرب وفي الغرب الجزائري وما منتشرش في المناطق الأخرى اللي كانت تحت الحكم العثماني لوقت طويل، بحال مثلا مصر وليبيا وتونس والشام؟ واش هذا ماشي تناقض كبير؟ الجواب على هذا التساؤل هو أن الغرب الجزائري وتلمسان كانت تحت السيادة المغربية، والخبر في راسكم. تساؤل آخر، إذا كان القفطان بصح عثماني، علاش الجزائر نصبت راسها محامي على تركيا اللي أصلا ما كتفاكش على تاريخها وتراثها؟ وإلا كنا غادي نشوفوا تركيا هي اللي غادي تتحرك وهي اللي غادي تخرج تدافع على القفطان بشراسة كيف ما دفعت على حلوى البقلاوة. سؤال آخر، لو كان القفطان جزائري، علاش الجزائر كتستوردو من المغرب ونسبة الواردات ديال الصناعة التقليدية ديال الجزائر من المغرب ضعفت بنسبة 97% في الثلاث سنوات الأخيرة؟ واش عمركم سمعتوا اليابان استوردت الكيمونو ولا الهند استوردت الصاري من الخارج؟ وفي الختام غادي نوجه رسالة للجزائر، ملي نتوما مفتخرين وفرحانين بالاستعمار العثماني وكتحاولوا ترجعوا ليه الفضل في صنع ازيائكم التقليديه، علاش ما تهتموش بالكراكو اللي هو زيكم الموروث من العثمانيين، بلاصه ما تسرقوا القفطان اللي هو في الاصل إرث تاريخي كيعكس مجد وعظمه الامبراطوريه المغربيه؟